السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بوجبة حلوة جدا، مسمياها أنا بقى وجبة التوفير. عمر ولادك بعد كده ما هيشتروها ابدا، انت اللي هتعمليها لهم على طول. هنعمل مع بعض الكريب. طبعا كلكم عارفين الكريب دلوقتي بقى غالي جدا لما تيجي تشتريه جاهز من بره. احنا هنعمله النهارده من اول العجينه لحد الحشوه. تابعوني بقى لحد اخر الفيديو عشان تعرفوا كل التكات والتفاصيل. قد ايه هنعمل النهارده يعني حاجه كده عظمه بجد، وهنوفر كتير جدا. فيلا بينا ندخل بقى على الفيديو عشان نعرف الطريقه والمقادير. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا كده في بولة هبدأ أحط بيضة بدرجة حرارة المطبخ وأبدأ أقلبها كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، أخلطها كويس قوي. بعد كده هنزل عليها بكوباية ونص من المية. تمام. وكمان كوباية ونص من الحليب. عايزة اقول لكم ان عجينة الكريب دي ممتازة ممتازة ممتازة. لو انت بقى عايزة تخليها اكتر توفير فممكن تخلي 3 كوبايات مية وتشيل البيضة خالص. تمام، ده لو انت عايزة تعمليه بقى زي المحلات. هنبدأ بقى نحط 3 كوبايات من الدقيق. هنحط كوبايات الدقيق دي ازاي؟ بالتدريج. انا حطيت كوباية كوباية واقلب بالمضرب السلك الاقيها اختفت، اروح جاية حاطة الكوبايات التانية. ادي تاني كوباية ببدأ اقلبها كويس جدا واقلبها كويس واخلطها كويس. بعد كده اروح جاية حاطة التالتة وهكذا. تمام. يبقى انا عندي كل كوباية دقيق قصادها كوباية من مية او الحليب. تمام كده. وعليهم ايه, التلات كوبايات انا حطيت عليهم بيضة واحدة بس. كده خلاص انا حطيت الكوبايه الثالثه من الدقيق وبدات اقلب كده كويس جدا واخلطهم كويس. بعد كده هنحط بقى على كل كوبايه من الدقيق معلقه كبيره من الزيت، يعني هنحط هنا 3 معالق كبار من الزيت. وحطيت ملح وفلفل اسمر او فلفل اسود وبدات كده اخلط كويس جدا. طبعا عايزه اقولك ان انت مهما تخلطي فانت برضو هيبقى فيه تكتلات، فعشان نبقى في الامان ان احنا لازم نصفي الخليط بتاع الكريب ده كويس جدا بمصفى تكون ضيقه كده. تمام. او زي ما انتم شايفين كده انا صفيته وادي النتيجة. طبعا كان في تكتلات، طبعا دي حاجة مفروغ منها، لازم يكون في تكتلات. ده كده العجينة بتاعت الكريب كانت حلوة جدا. عايزة اقولك ده الاختبار اللي تعمليه عشان تعرفي العجينة بتاعتك يعني صح ولا لا. تحطيها كده على ظهر المعلقة وتشوفي هل هي ثبتت ولا ما ثبتتش. لو لقيتيها خفيفة زوديها دقيق، لو لقيتيها تقيلة زوديها مية، يعني في ايديكي كل حاجة. هنبدأ بقى نسيبها تريح لمدة حوالي نص ساعة ونبدأ نشتغل فيها. جبت الطاسة وبدأت أدهنها بدهنة كده من الزيت، وبعد كده مسحتها كمان بالمنديل. يعني ما تسيبيش الزيت كده في قلب الطاسة، لازم ما يكونش فيها زيت كتير عشان تنجح معاكي وتطلع معاكي ناجحة. بدأت جبت بقى الكبشة كده ورحت جاية حطاها داير ما يدور الطاسة بتاعتي، وبدأت كده ايه ألفها شمال ويمين لحد ما ملت كل الطاسة. استوت من تحت ورحت جايه قلبها على الناحيه التانية. يعني الموضوع سهل جدا مفيهوش اي حاجه. الطاسه دي كانت مقاس 30. لو انت عندك صينيه تيفال فممكن هتقضي معاك الغرض برضو، يعني عادي مش شرط يكون طاسه. تمام. لو عندك صينيه تيفال مثلا كبيره او حاجه، اهم حاجه تكون بس صينيه غير لاصقه، يعني ما ينفعش ان انت تستخدميها في صينيه ألمونيا خالص. هتكرري بقى العمليه دي مره واتنين وتلاته لحد ما تخلصي الكميه بتاعه الكريب بتاعتك. طبعا ما شاء الله عايزه اقولك ان كميه الكريب اللي احنا عملناها دي عملت معايا 10 كريبات بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. اوفر طبعا كتير جدا من ان انتي تشتريه من بره. انتي بره بتشتري الكريب يعني بمبلغ وقدره، لكن انتي عملتي من 3 كوبايات دي عملتي 10 كريبات. اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده الكريب بعد ما استوى معايا شكله بصراحة يعني ما شاء الله حاجة تفتح النفس. اهم حاجة اول ما يطلع من على النار تروحي جاية حطاه في صينية كده او حاجة وتغطي عليه فوطة. كل اللي تطلعيه غطي عليه فوطة عشان يفضل معاكي طري كده. نيجي بقى لمرحلة الحشوة. انا معايا هنا علبة من الزبادي، احط عليها ملح وفلفل اسود، واحط كمان بصل بودر من كل حاجة كده معلقة صغيرة، وبابريكا، وكمان كمون، وبهارات فراخ، ومعلقة من الصويا صوص، وكمان معايا معلقتين كبار من الخل، ومعلقتين كبار من الزيت. التتبيلة الحلوة دي هنعمل بيها أحلى شاورما النهاردة، شاورمة فراخ بجد جميلة جدا جدا. هنحط كمان فصين توم كده مهروسين،
وهنبدأ كده نخلط الخلطة دي كلها مع بعضها كده زي ما انتم شايفين لحد ما تتخلط كلها وتبقى ايه متجانسة كده مع بعضها. هبدأ انزل بعد كده بصدر فرخة انا كنت مقطعاه، والله عايزه اقول لكم كمان اقل من صدر فرخه، انا مقطعه الصدر ده حتت صغيره كده او صوابع رفيعه كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان هو اقل من نص كيلو، يعني ما يحصلش النص كيلو دول. ورحت جايه قلبت كويس جدا مع الخلطه اللي انتم شايفينها دي، وبعد كده رحت جايه سايباها بقى لمده ساعتين 3 4، ويا سلام بقى لو سبتيها من بالليل لحد الصبح يبقى حاجه جميله جدا. هنجيب بقى دلوقتي طاسه وحطيت فيها معلقه كده من الزيت، ورحت سبتها تسخن قوي قوي، ما رحت نازله بيها على الشاورما اللي احنا عاملينها دي، طبعا بعد ما قعدت شويه كده في التتبيله. عايزه اقولك ان انت كل ما هتسيبيها هتديكي طعم احلى واحلى، ولازم تسخني الطاسه كويس قوي علشان ما تنزلش ميه معاكي. تفضلي بقى تقلبي فيها كده لحد ما تنشف معاكي من الميه وتستوي. هنبدا ننزل في اخر مرحله بالبصلايه متقطعه جوانح كده وفلفل الوان، وزي ما انتم شايفين هنبدا بقى نديها تقليبه لمده 5 دقايق كده لحد بس ما الفلفل يدبل هو والبصل، وبعد كده هنطفي عليها وكده شكرا تبقى الشاورما بتاعتنا جاهزه معايا. بعد كده هنبدأ بقى نحشي الكريب بتاعنا. الحشو عبارة عن ايه؟ هنجيب كده الكريباية ونتني التلت والتلتين، وناخد في الجزء اللي في النص ده شوية كده من الجبنة الموتزاريلا، وبعد كده احط حشوة الفراخ، وبعد كده شوية من الكاتشب، واحط كمان شوية من الجبنة تاني كده فوق الوش، ونقفل بقى التقفيلة بتاعت الكريب اللي احنا عارفينها اللي هي عبارة عن ايه، زي ظرف كده او زي مثلث بالطريقة دي. تمام اهو ده شكلها. هنعمل كمان واحد زي ما بقول لكم، مش بتقسميها بالنص او بتخليها التلت والتلتين، ونحطي جبنه. طبعا الجبنه الموتزاريلا هنا يعني اختياري، لكن احنا زي عايزين نوصل الاكل بتاعنا زي الجاهز بالظبط عشان ولادنا ما يحسوش بفرق كبير. فهنبدا بقى دلوقتي نحط الفراخ وبعد كده الجبنه ونقفل كويس، طبعا الكاتشب لو عندك مايونيز حطي، لو عايزه توميه حطي، اي حاجه في الكريب يعني عادي جدا. هنبدأ دلوقتي نحط بقى في نفس الطاسة ندهنها شوية من الزيت كده حلوين، وبعد كده نبدأ بقى نحط الكريب على الجزء اللي احنا كنا قافلينه ونخليه من تحت، ما نخلوش من فوق. تمام كده. ابدأي بقى كده حطيها على في الطاسة وهي سخنة كده عشان تاخد لون كده حلو ذهبي من تحت، واول ما يشمع ويقرمش معايا كده من تحت اروح جاية مع ايه قلبيه على الناحية التانية. شايفين اخد لون حلو ازاي؟ طبعا لو انت عايزه يعني حسيتي ان الطاسه ما فيهاش زيت حط لها زيت تاني عشان يتحمر من الناحيه التانية كويس. ده كده خلاص بعد ما خلصناهم بقى كده، شايفين اخد كده لون حلو جدا جدا من ناحيتين، قد ايه حلو وجميل واقتصادي احلى من بره مليون مره. بس كده يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو النهارده هتنسوني في لايك وشير واشتراك للقناه.